يلا بينا بقى بارت 2، وهنعمل مقارنه ما بين ابو زياد ابو 10 جنيه وابو زياد برو ابو 30 جنيه. معايا منه بطعم الطماطم وبطعم الجبنه. حبيت اجيبه واجربه لكم تاني عشان انتوا طلبتوه مني في الكومنتات ان انا اعمل لكم بارت 2. يلا بينا نجربه مع بعض ونشوف هنكسب ايه المره دي. افتح ايه الاول؟ هفتح بطعم الجبنه اللي هو ب 30 جنيه برو. يا ترى هكسب ايه؟ الله، شايفين اللي هو الدبدوب اللي بيبقى طري ده بينور، لونه حلو قوي قوي بجد. واو، عجبتني جدا. كده اول هديه معانا. هنجرب بقى اللي ب 10 جنيه بطعم الجبنه برضه. كسبت فيه كاميرا. استنوا، هي الكاميرا فيها اشكال حيوانات، دب واسد، اشكال حيوانات جوه، مش وحشه برضك، حلوه. كده عرفنا اللي بطعم الجبنه كسبنا فيه ايه. ندوق بقى ب 10 جنيه. الله، طعمه حلو قوي. ندوق برضك ب 30 جنيه. بصوا هو تقريبا نفس الطعم، بس الكميه هي الفرق. دي كميه كبيره شويه ودي كميه اصغر شويه. نجرب بقى اللي بطعم الطماطم، نشوف ابو 30 جنيه الاول. ايه ده؟ هي حاجه غريبه شويه. هي دي سلسله. الله، شايفين؟ سلسله بجد جميله قوي قوي قوي، حلوه بجد. الماتيريال بتاعتها تحفه وعجبتني جدا. استنوا هلبسها لكم. بصوا بجد حلوه قوي وعجبتني جدا. نشوف بقى ابو 10 جنيه ترى هنكسب فيه ايه. استيكه، بس برضك الاستيكه حلوه قوي وباين عليها ان الماتيريال بتاعتها حلوه جدا. وكده انتوا عرفتوا احنا كسبنا ايه النهارده. لو الهدايا بتاعتنا عجبتكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا اعمل لكم بارت 3. وكده انا خلصت الفيديو بتاعي، بس قبل ما اختم الفيديو ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب عشان مش هكبر الا بيكم انتوا. وشايفاك يا اللي ما عملتش اللايك اضغط على اللايك واعمل اشتراك وتفعيل الجرس. سلام.